مباراة كرة قدم كلها بتيشيرتات المغرب. ده اللي حصل فعلا، وفي فيديو انتشر على السوشيال ميديا بيظهر مجموعه اطفال بيلعبوا كوره في واحد من الاحياء الشعبيه في البرازيل، لكن الملفت ان اغلبهم كانوا لابسين قمصان المنتخب المغربي 100%. يعني الاطفال كانوا عم بيلعبوا وهم كتير متحمسين، وكان في مراوغات وركض وتحديات بين هيك الازقه كيف ما بيقولوا. وصل طبعا تشجيع من الاهالي والجيران اللي كانوا واقفين عم بيتفرجوا بيصوروا كل اللحظات بموبايلاتهم. يعني اكيد الفيديو قدر ان هو يجذب ناس كتير قوي على السوشيال ميديا، لانه جمع بين عشق البرازيل لكره القدم، حضور القميص المغربي في قلب الشوارع البرازيليه اللي هي اصلا بلد الكوره، صح. ومع اجواء كاس العالم اللقطه يعني البسيطه خلت كتير ناس تحكي عن الكره يلي دايما بتعرف بانها بتجمع بين ثقافات مختلفه في شارع واحد. خلونا نشوف. تخيلوا معايا هاد التصويره هذه ماشي في المغرب، هاد التصويره هذه في البرازيل. تخيلوا معايا سبحان الله مبدل الاحوال، ولاو الدراري ديال البرازيل كيلبسوا التوني ديال المغرب في بلاصه البرازيل. سيكواسا عاوتاني يا اخوان، سيكواسا. عنده هتسافر بلد في المستقبل، تتمنى تروح فين؟ والله يا ابني انا نفسي اشوف المغرب. ليه اخترت المغرب؟ سمعت عنها كتير وقلبي حبيبها، اعتقد المغرب. لو هتسافر بلد في المستقبل نفسك تروح فين؟ بص انا عشت كتير هنا والحمد لله شفت حاجات حلوه، بس نفسي اشوف حاجه مختلفه. اظن المغرب، بحب طريقتهم في العيش والبحر هناك بيشدني، يمكن الاقي راحه. ايه يا عم الحق، وانا الى كاين حاجه نقولها انه فيه فرق كبير جدا بين المدرب الركراكي اللي كان سابقا وهذا المدرب. انا كي شفت اونشيلوتي دار تغييرات، حكم الميليو تيران بداو يوليو ريبوندالو بتغييرات واحده اخرى، عاود داليو مباراه البرازيل والمغرب. عندنا هنا مخطط تكتيكي كي نشوفوه نفهموا انه بعض اللاعبين مفاتيح اللاعب في المنتخب البرازيلي كانوا في عزله في هذه المباراه. هذا المخطط اعطوه لنا من فضلكم زملائنا. هذا المخطط هو فيه كل اللاعبين المشاركين. شكون هما اللاعبين اللي يتبادلوا بزاف التمريرات فيما بينهم؟ البرازيليا كي شافوا المخطط الانتقادات ما حبتش تحبس في وسائل الاعلام البرازيليه، قال لك كيفاش حنا البرازيل اكثر اللاعبين اللي يتبادلوا الكرات فيما بينهم المدافعين. فينيسيوس تبادل صح مع اللاعب رقم 16، تبادل مع اللاعب رقم 20 في خط وسط الملعب، لكن رافينيا واللاعبين الاخرين كانوا معزولين في عزله تامه. هذه البرازيل سمير هل يعقل؟ لا انا شفت مقابله ابراهيم، يعني البرازيل ماهوش في احسن احواله يعني صراحه. صح. انا نحسوا باللي لا كويزيون ما كانش المعتاده تاع البرازيل. شكون يتحمل المسؤوليه؟ كارلو انشيلوتي. سي اون نوفيل جينيراسيون. نو اون بار دو ريسبونسابيلتي تحملها المدرب بيان سور اللي هو ريسبونسابل تكنيك، ولكن انا ديما نقول اللاعبين ثاني عندهم اون بار دو ريسبونسابيلتي. لابليكاسيون علاش نقص من قوه المنتخب المغربي؟ نقولها بكل صراحه، المنتخب المغربي منتخب متكامل، منتخب في المستوى العالي. قدموا شوط اول من العيار ثقيل، كانوا بيان بلاصي تكتيكا فوق وانا الى كاين حاجه نقولها انه فيه فرق كبير جدا بين المدرب الركراكي اللي كان سابقا وهذا المدرب. انا كي شفت اونشيلوتي دار تغييرات، حكم الميليو تيران بداو يوليو ريبوندالو بتغييرات واحده اخرى، عاود داليو الميليو تيران وحكم الماتش، عرفت انه المدرب يقرا مليح المباريات. واللاعب بوعدي اللي ما نعرفوش، انا ما نعرفوش، ايوب بوعدي 18 سنه يا اخي، ده احسن لاعب في المغرب تاع الليل. نعم تاع المغرب اللي كان في المستوى صراحه قدم مباراه من الطراز العالي. دار كرون سيزون. وانا نقول ابراهيم لو روندمون تاع الفريق تاع المغرب هو اللي ما خلاش الى جيني بوكو بلوس. ما خلاوش البرازيل يلعبوا الاز. ils les ont vraiment gênés في كل شيء. لا كونسيرفاسيون ما تخلقوش في الماركاج، ما خلاش الفريق البرازيلي يلعب كالعاده. سي بور سا بان لنا شويه اون دي سا فالور الى اخر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. ثاني مقابلة ديال الفريق الوطني المغربي في منافسات كأس العالم غادا تكون ضد اسكتلندا. المقابلة اللي جات من بعد العرض المقنع اللي قدمه الفريق الوطني المغربي أمام المنتخب البرازيلي. لما تنقول عرض مقنع كان اللي يقول لك لا درنا مقابله كبيره يمكن تقال لواحد المنتخب اللي عنده المؤهلات عاديه وتيدير مقابله تتفاجئ الجميع. يمكن نقول بانه حنا
ما بقاش يفاجئنا المستوى ديال الفريق الوطني باش نقولوا مقابله. يعني حتى البرازيليين راه قالوا لعبنا مع فريق قوي، ما قالوا شيء داروا مفاجاه وكنا نربحوا. اذا يعني بعض ضبط الكلمات خصها تحط في المكان ديالها الصحيح. اذا المقابله كانت مقبوله ديال الفريق الوطني المغربي. علاش؟ لانه كان خاصنا نربحوا في هذه المقابله هذه. طيب امام المنتخب اسكتلندا في بطوله تشوف الفريق، ولكن تشوف ايضا حتى الترتيب. عندنا فريق هو الاول عنده 3 نقاط واخا ربح ب1-0، حنا عندنا نقطه واحده. غنشوفوا كيفاش يمكن له يجي في هذه المقابله، شنو النوايا ديالو. عارف بانه عنده البرازيل كمقابله ثالثه، يعني طبعا حتى شي واحد ما غيبغيش انه ما يربحش. يمكن يجيو يقولوا نربح المغرب غتبان له الامور صعبه، ولكن غيمشي في الاتجاه ديال انه الا تعادل عنده 4 ديال النقاط، 4 نقاط ممكن يتاهلوا. حتى الا ما اهلتوش على كاحسن كثاني ممكن يتاهل كاحسن ثالث. طيب ندوزوا للفريق الوطني المغربي اللي تيهمنا. الامر اللي تيهمنا هو الفريق الوطني المغربي. اش يمكن يدير وهبي في هذه المقابله هذه؟ اشنو هما التغييرات اللي يمكن يدير، او واش ما غيدير التغيير؟ ففريق اللي ربح ودار مقابله مزيانه ممكن يكون هو نيت. المدرب الى قدم على التغييرات تتكون لاسباب موضوعيه. السبب اللي يمكن يخلي مدرب انه يغير في التشكيله اللي لعبات مزيان، اما الا كان عنده شي لاعب المردود ديالو ما كانش جيد بغى يبدلو، واما تتكون الامور عندها علاقه بالخصم والنوعيه ديال اللاعبين اللي غادي نستعملوا. يمكن تكون هذا بهذا. اذا هاد جوج ديال الحالات هما اللي غادي يخليو المدرب واش يغير ولا ما يغير شيء. الا كان عنده انطباع على انه اللاعبين ادوا المهمه ديالهم راه ما كاين حتى شي اشكال، يمكن تكون نفس الفريق. ولكن حتى الا دار تغييرات راه تيكون تغييرات على حساب النوعيه ديال الخصم. اذا تشكيله صعيب واحد يتحدث عليها مادام انه الفريق لعب مزيان، تنقولوا بانه يكون نفس التشكيله. ولكن وهبي دابا الان في المسار ديالو مع الفريق الوطني مسار جيد، يمكن له يقدم شي امور اللي يمكن لا اقول تفاجئ الجميع، ولكن غتكون عنده واحد القناعات على انه التغييرات ستكون مفيده. ومعروف بانه الا دار شي تغيير وكانت نتيجه ايجابيه سيحسب للمدرب، ولكن لا قدر الله يكون تغيير وما تكون شيء ما يكونش المردود بحال المقابله الاولى يحسب ايضا على المدرب. طيب المباراه ديال الفريق الوطني المغربي تنتظروا منا اننا نربحوا، ولكن تنتظروا منا شي حاجه اخرى. شنو هي انه ناكدوا هذا الشيء اللي درنا. خاص التاكيد، والتاكيد ما فيش تاكيد فقط فردي، في كاين التاكيد الفردي او ما كاينش تاكيد غير الجماعي، كاين التاكيد الجماعي والفردي. بمعنى انه المستوى اللي ظهر به في فترات من المقابله ديال البرازيل خاصو يتاكد امام اسكتلندا، ويتاكد بشكل اكبر على اعتبار انه اسكتلندا اقل قيمه من البرازيل. وخصو يتاكد ايضا على المستوى الفردي. على المستوى الجماعي يتاكد على مستوى الدفاع، على مستوى الوسط، على مستوى الخط الامامي، على مستوى عدد الفرص اللي غنخلقوا، يتاكد على مستوى النوعيه ديال الهجمات، النوع فيها القذافات من بعيد، التصرفات من الجهه اليمنى، الجهه اليسرى، من الوسط. خصنا نحسوا بانه كاين تنويع في الاداء ديال الفريق الوطني المغربي. على المستوى الفردي ايضا خاصنا اللاعبين ياكدوا، وهنا غنتوجه بالخصوص اللاعب بوعدي لانه برز كواحد من احسن اللاعبين في المقابله، ماشي غير في الفريق الوطني المغربي، وواحد من احسن اللاعبين اللي الان في هذا الدور هذا في الدور الاول. انت نتمنى ما يكونش عليه ضغط. تنعرفوا بانه لاعب ذكي مثقف تعرف اش يدير، محاط بمجموعه من اللاعبين اللي عندهم تجربه مسؤولين اللي غادي يزيدوا يعاونوه في فهم الحجم ديال الحديث الصحافه الدوليه تتحدث عليك. اذا اللي تيخص هو انه يعني المهجم بوعدي انه ياكد، ولكن بدون ما يبغي يدير شي حاجه اكثر من اللازم. فالامكانيات ديالو تبارك الله امكانيات رائعه جدا. اذا مشى بنفس الاسلوب راه الواحد تيتطور بلا ما يبغي هو يطور راسو. ما معنى تيتطور؟ يعني انه لما تكون عنده ذاك المؤهلات وتيوظفها راه ما تيكونش يقول راسو اليوم باغي ندير شي حاجه اكثر من اللعبه الاخرى، لا تيمشي يعني تيدير نفس اللعب ديالو وتيظهر ليا ما يكون غير الخير. اذا لما قلت بانه التاكيد على المستوى الفردي مع المستوى الجماعي، تاكد حتى على المستوى الفردي الخاص بلاعب
لانه راه كاين اللي غيقول عاوتاني بان المستوى الفردي راه ينعكس على المستوى الجماعي. لا، تيمكن يكون عندنا واحد جوج اللاعبين داروا مقابله من اروع ما يكون، ولكن ما تيكونش اللاعبين الاخرين تابعين. اذا لما تيكون المستوى الجماعي بمعنى انه تيكون هناك انسجام ما بين الخطوط، انسجام على مستوى الدفاع، على مستوى الوسط، على مستوى الخط الامامي. اذا المقابله ديال اسكتلندا تنتظر بان غتكون اقوى على ود الخصم، حيث الخصم ممكن يشوف بانه هذه احسن فرصه ليه انه يحصل على واحد النقطه، لانه عنده 4 ديال النقاط وعارف عنده المنتخب ديال البرازيل. حنا بالنسبه لينا المقابله ما ندخلوا لها شيء، لانه هذه غير اسكتلندا، ما نمشيوش بالمنطق ديال لا هذه غير اسكتلندا ابدا ابدا. ولا اعتقد بانه اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي غيمشيو بهذا المنطلق ديال انه هذه غير اسكتلندا. لا 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 لا، كونوا على يقين بانه اللعب يختلف. حنا لعبنا امام البرازيل واحد الوقت شدينا الكره خنقناهم، ولكن طيله المقابله حسينا بانه حنا عندنا باغيين نربحوا والبرازيليين باغيين يربحوا، تيهاجموا وتنهاجموا. بمعنى انه لما تيهاجموا تيمكن واحد الوقت يهاجموا امام 6 ولا 7 ديال اللاعبين، ما كانوش يلقاو 11 لاعب ديال المغرب كلهم داخل منطقه الجزاء. نفس الشيء بالنسبه للفريق الوطني المغربي. ولكن الان امام منتخب ديال اسكتلندا قد تغير الامور. الاسكتلنديين غيمشيو عارفين بانه عندنا لاعبين في مستوى عالي، تيعرفوهم مزيان. اذا الاسلوب اللي غيلعب به الفريق الاسكتلندي اللي تنتظر انا هو انهم غيديروا دفاع متين، بمعنى انه غيحاولوا ما امكن يعني يعذبوك في خلق الفرص ديال الشيء، بحال اللي وقع لاسبانيا مع الراس الاخضر. اسبانيا احتكرين الكره، ولكن عندك لاعبين ما تيخرجوش من منطقه الجزاء. واسبانيا تنعرفوهم عندهم لاعبين عندهم موهبه كبيره جدا، يعني لاعبين اللي تيمكن لهم يمروا الكرات في الضيق ما بين، يعني يمروا في مساحه قصيره، يديروا في تمريرات كثيره، ولكن يلقاو صعوبه. علاش؟ لانه لما تيكون عندك فريق ما عندوش رغبه بتاتا باش يهاجم، بمعنى انه الى هاجم تيمكن تضيع له الكره ودير واحد الحمله مضاده، بدل ما تهاجم على فريق ب10 ديال اللاعبين تيدافع، تتهاجم على فريق تيدافع ب6 ولا ب7 ديال اللاعبين. علاش؟ لانه تيكونوا واحد 3 هاجموا ضاعت لهم الكره. اذا حنا خصنا نلعبوا بذكاء، المدرب خصو يعرف هذا الشيء هذا، ما عدا الا داروا شي حاجه اخرى. يعني الكره ديال اسكتلندا بحال الكره الانجليزيه غيكونوا تيعتمدوا على التمريرات الطويله. ما معني التمريرات الطويله؟ بمعنى انه ممكن يعتمدوا على اللاعب ولا اللاعبين، بمعنى ان في يعني اقل تقدير ديال اللاعبين اللي يمكن نلقى قدامنا هما 8 ديال اللاعبين. انا اتصور المقابله بهذا الشكل هكايا، يمكن نكون خاطئ. انا اتصور انه الفريق اللي عنده 3 نقاط غيبغي غادي يلعب ماشي من اجل انه يسجل، غيلعب من اجل انه يحصل على نقطه في هذه المقابله. اذا هذه مقابله تتبغي عدم تسرع، تتبغي التركيز، ما تتبغيش انه نسجلوا في اي لحظه، نعرفوا الفريق فين غادي يلعب. الى كان الفريق ديال اسكتلندا من الفرق اللي تتهاجم يعني عن طريق الحملات المضاده ردوا البال، يعني صعود ديال اللاعبين ديال المدافعين للمسانده خاصو يكون بشكل مضبوط. فتظهر لي بان هذه مقابله ديال البطوله، ماشي مباراه يعني خروج المغلوب. هذه مباراه ديال البطوله. واحد تيقلب، انا متاكد بان اسكتلنديين غيقلبوا على النتيجه ديال التعادل في اعتقادي. الا لعبوا الكره فهذا هو احسن شيء بالنسبه لي انا. علاش؟ ان عارف الامكانيات ديال اللاعبين ديالنا اللي لعبنا معاهم بغاو يربحونا ممكن نربحوهم، واللي غيلعبوا معنا على انهم ما مستعدينش نهائيا باش يجوا يمكن يعذبونا في الوصول الى المرمى. هنا تيبقى شويه ديال التركيز، وهنا خصنا نقلبوا على الحلول. لما نلقاو فريق يدافع خصنا نقلبوا على الحلول. هذه الحلول يمكن تجي عن طريق لاعبين تمريرات قصيره، او نقلبوا على لاعبين اللي يمتازوا بالضربات الراسيه. المهم خصو تلقى الحل في مثل هذه المقابلات اللي تكون مقابله ديال كل والحسابات ديالو. وبالتوفيق للفريق.